هلو برايمري 5، ازيكم؟ سنة 5 وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله زي ما وعدتكم هنكمل مع بعض مراجعة شهر نوفمبر. بس قبل ما ابتدي، لو انت مشاهد جديد ما تنساش تفعل زر الجرس وتعمل اشتراك علشان ان شاء الله يوصلك مني كل فيديو نزله. لو انت اوريدي معايا اتأكد ان انت مفعل زر الجرس علشان اي فيديو نزله يجيلك اشعار باذن الله. يلا ليتس ستارت، ومتنسوش لايك وشير على قد ما تقدر عشان الفيديو ينتشر واكبر عدد يستفيد. نمبر 1، يلا كده نقرا مع بعض القطعة. Many people say that there are bad things about tourism. كثير من الناس بيقولوا ان في اشياء سيئة للسياحة. It creates، ايه هي بقى الحاجة السيئة اللي بتيجي من السياحة؟ It creates too much carbon dioxide from plane journeys. بيجي من رحلات الطيران بتاعة السائحين، بيجي منها كربون دايوكسيد ثاني أكسيد الكربون. And it damages historical places or monuments. بيقول لك إنها بتدمر الأماكن التاريخية أو الآثار. But لكن on other hand، أكيد على الجانب الآخر there are good things، في أشياء جيدة about tourism للسياحة. It gives jobs for local people، بتدي وظائف للسكان المحليين بتوع البلدة الأصلية. And helps them learn about new cultures، بتساعد الناس كمان إنها تتعلم ثقافات جديدة. طيب يلا كده معايا بقى نمبر 1 في الأسئلة. Tourism creates oxygen from plane journeys. السياحة كانت من خلال رحلات الطيران كانت بتنتج أكسجين؟ طبعا لا، كانت بتنتج كربون دايوكسيد. يبقى نمبر 1 false. Number 2، there are pros and cons for tourism. بيقول لك ان السياحة لها مميزات وعيوب. يبقى طبعا true. Number 3، tourism helps local people. السياحة بتساعد السكان المحليين. ايوه طبعا true. تعالى بقى في السؤال اللي كلنا لو ما قريتش السؤال كويس وترجمت أداة الاستفهام هتحله غلط. صدقوني اهم حاجة المفتاح بتاع السؤال في الإجابة ان انت تجيب الإجابة الصح ليه، انك تفهم يعني ايه السؤال، تترجمه كويس وتعرف أداة الاستفهام معناها ايه. What does tourism damage؟ ماذا what السياحة دمرت ايه؟ تعالى ارجع للقطعة اهي برافو. It damages historical places or monuments. اوكي، دمرت التاريخ، الاماكن التاريخية وايه كمان والاثار. يبقى دي نمبر 4. نمبر 5، does جايه في اول الكلام معناها هل، بجاوب عليها بيس او نو. does tourism help people؟ هل السياحة بتساعد الناس؟ هقول له طبعا يس، احنا قلنا انها بتساعد الناس. طب ما خلصش السؤال لسه مكمل. كاتب ايه؟ how. طب ازاي؟ هي ازاي كانت بتساعد الناس؟ اهي ارجع للقطعة. it gives jobs for local people and helps them learn about new cultures. بتساعد الناس ازاي؟ انها بتديهم وظائف وكمان بتعلمهم ثقافات جديدة. يبقى دي letter دي نمبر 5. اوكي، تعالوا نشوف مع بعض القطعة اللي بعد كده، القطعة الثالثة معايا. بيقول لي 100 years ago، من 100 سنة، the earth was getting a little warmer. الأرض بدأت تبقى أدفى بس بدرجة قليلة. the atmosphere was changing a little، حتى كمان الغلاف الجوي بدأ يتغير بس برضو بيتغير بدرجة قليلة. but over the past 20 years the changes are happening faster and faster. بيقول لك ان في ال20 سنة اللي فاتوا التغيير بقى يحصل اسرع واسرع. scientists العلماء think that people are causing climate change. العلماء فكروا واعتقدوا ان الناس هي السبب في تغير المناخ climate change، تغير المناخ climate change. we produce too many greenhouse gases. احنا بننتج قوي كثير من ايه؟ من غازات الاحتباس الحراري. greenhouse gases. طب الغازات دي بتيجي منين؟ غازات الاحتباس الحراري دي جايه منين؟ through من خلال factories المصانع، transportation وسائل المواصلات، making and building things ان احنا نبني اشياء، and livestock farming حتى من تربيه الماشيه بتسبب greenhouse gases. بيقول لك ايه بقى كمان؟ the greenhouse gases make the temperature go up. ان الغازات الاحتباس الحراري بتخلي
ايه temperature درجة الحرارة go up بترتفع. greenhouse gases are gases like غازات الاحتباس الحراري دي زي ايه؟ زي water vapor بخار المية، carbon dioxide ثاني أكسيد الكربون and methane وغاز الميثان. تعالوا نحل مع بعض يلا كده. number 1 بيقول لك the earth كوكب الأرض the earth was getting a little 100 years ago. كوكب الأرض بدأ إن هو يبقى إيه في 100 سنة اللي فاتوا؟ طبعا بدأ إن هو يبقى warmer. number 2 climate change is caused by التغير المناخ حصل بسبب مين؟ أنا قلت حصل بسبب مين؟ العلماء اعتقدوا إن هو حصل بسبب people الناس. number 3 we produce too many gases احنا بننتج كثير من ايه؟ اسمها ايه؟ greenhouse gases غازات الاحتباس الحراري greenhouse gases. بعد كده السؤال اللي معايا بيقول لك what happens ماذا حدث أو ماذا سيحدث when the greenhouse gases are in the air لما بيحصل غازات احتباس حراري في الهواء. ايه اللي بيحصل بقى؟ يلا كده نرجع للقطعة. the greenhouse gases make the temperature go up. ايه اللي بيحصل؟ درجة الحرارة بترتفع لما غازات الاحتباس الحراري بتكون في الهواء. ايه اللي بيحصل؟ درجة حرارة الأرض بترتفع go up. يبقى دي number 4 the greenhouse gases make the temperature go up. number 5 بيقول لك give two examples for greenhouse gases. اديني مثالين كده للغازات الاحتباس الحراري. ادي لك 3 امثله كمان مش مثالين. يلا نرجع للقطعه. water vapor بخار الميه، carbon dioxide ثاني اكسيد الكربون and methane وغاز الميثان. يبقى دي number 5. تعالى بقى في القطعه اللي بعد كده. Layla's mom explains to her that we have a natural greenhouse effect on earth. مامة ليلى بتشرح لها ان احنا عندنا تأثير للاحتباس الحراري طبيعي على الأرض. There are gases in the atmosphere that keep the earth warm. غازات الاحتباس الحراري دي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه في الغلاف الجوي؟ بتخلي الغلاف يعني بتبقى موجودة في الغلاف الجوي بتخلي كوكب الأرض ايه؟ دافي. So we can live on it. لذلك احنا بنقدر نعيش عليه. اوكي؟ هقول لك ايه بعد كده؟ The greenhouse gases work like a blanket around the earth. غازات الاحتباس الحراري دي بتعمل زي طبقة طبقة حوالين الأرض، عشان كده بتخلي الأرض دافية. تخيل كده حاجة وعليها طبقة من بره على طول مخلية الأرض warmer أدفى وأدفى. Greenhouse gases allow the sunlight to shine onto the earth's surface. غازات الاحتباس الحراري بتسمح ان حرارة الشمس او ضوء الشمس يعدي ويطلع من سطح الارض. but they stop لكن هي بتوقف وتمنع the heat of the sun from going out. بتمنع حرارة الشمس انها ترجع تاني او تخرج تاني of the earth to space انها تخرج تاني في الفضاء. and they make the planet too hot. ده بيحصل ايه بقى؟ لما تخيل الغازات عمالة تخش والحرارة عمالة الأرض تدفى وما بتخرجش تاني، بالتالي ايه اللي هيحصل؟ البلانيت الكوكب بتاعنا هيبقى too hot حر أكتر من اللازم. اوكي؟ تعالى بقى معايا في الأسئلة. أول سؤال معايا number 1 بيقولك Layla's mom explains that we have a natural space effect on earth. مامة ليلى كانت بتشرح لها ان في ايه؟ natural ايه؟ greenhouse effect، ان في تأثير طبيعي للايه؟ لغازات الاحتباس الحراري، يبقى greenhouse. number 2 the gases in the atmosphere keep the earth. الغازات اللي هي موجودة في الغلاف الجوي بتخلي كوكب الأرض ماله؟ أكيد طبعا warm دافي. number 3 we can space on earth because of the gases in the atmosphere. احنا بنقدر نعمل ايه على الأرض لأن الغازات دي موجودة في الغلاف الجوي، بنقدر طبعا live بنقدر نعيش. هنخلي القطعة دي كده عشان هنرجع لها تاني، هنحتاجها تاني عشان لسه في أسئلة لازم نرجع للقطعة.
Number 4 بيقول لك greenhouse gases allow the sunlight to shine onto the earth ايه؟ هي غازات الاحتباس الحراري بتسمح لحرارة وضوء الشمس ان هو ايه؟ يبقى ظاهر فين؟ على سطح الارض surface. اوكي. بعد كده السؤال اللي معاه بيقول لك what does Layla's mom explain to her؟ مامة ليلى كانت بتشرح لها ايه؟ بتشرح لها ايه؟ a natural greenhouse effect on earth. بتشرح لها تأثير الطبيعي للاحتباس الحراري على كوكب الأرض. يبقى دي نمبر 5. دي إجابة نمبر 5. خلاص كده. طيب نمبر 6 بيقول لك why. يعني ايه why؟ why يعني لماذا؟ يعني ليه؟ why لماذا؟ بيقول لك why do the gases in the atmosphere keep the earth warm؟ ليه الغازات دي اللي موجودة في الغلاف الجوي بتخلي ايه؟ كوكب الأرض دافي. ليه؟ لأنها بتعمل ايه؟ أيوه برافو عليكم. الجرين هاوس جازز work like a blanket around the earth. لأن احنا قلنا إن الغازات دي بتبقى عاملة كأنها غطاء على كوكب الأرض، لذلك بتخلي الأتموسفير بتاع الأرض يفضل warm، يفضل دافي. يبقى دي نمبر 6. اوكي. بس كده مش محتاجين الورقة دي. تعالى بقى نكمل القطعة اللي بعد كده، القطعة ال5. Tourism is very important to Egypt. We all should help tourists when they come to Egypt. بيقول لك ان السياحة مهمة قوي لمصر. كلنا محتاجين ان احنا نساعد السائحين لما بيجوا فين؟ لمصر. Tourism gives jobs to local people. ان السياحة بتدي وظائف لمين؟ للسكان المحليين. So they can live happily as they earn much money. ولذلك هم بيعيشوا بسعادة وبيحصلوا على مال. It helps people learn about new cultures and old ones. بيساعد الناس ان هم يتعلموا ثقافات جديدة. So tourists learn about our amazing cultures. لذلك ان السائحين بيتعلموا ايه؟ عن ثقافتنا او ثقافات رائعة او مذهلة. Tourists like to go to أسوان. السائحين بيحبوا يروحوا أسوان to see interesting places there such as the temple of Fila اللي هو معبد فيلة, the أسوان museum ومتحف أسوان, and the Elephantine Island وجزيرة إليفانتين. They also like to go شرم الشيخ, وكمان بيحبوا يروحوا شرم الشيخ to dive in the Red Sea. ليه؟ عشان يغطسوا فين؟ في البحر الأحمر. dive معناها يغطس. Number 1 بيقول لك the best title أفضل عنوان of this passage للقطعة دي. إيه أفضل عنوان؟ طبعا هو بيتكلم كل ده عن مين؟ tourism السياحة tourism. Number 2 Elephantine Island is in. يا ترى جزيرة إليفانتين احنا قلنا موجودة فين؟ طبعا برافو أسوان. السؤال اللي بعد كده Number 3 Why do tourists like to go شرم الشيخ؟ why يعني ايه؟ لماذا why؟ لماذا why؟ ليه السائحين بيحبوا يروحوا شرم الشيخ؟ to dive in the Red Sea. يبقى دي نمبر 3. بيحبوا يروحوا شرم الشيخ ليه؟ علشان dive in the Red Sea علشان يغطسوا في البحر الأحمر. السؤال الرابع نمبر 4 How can tourism help local people؟ ازاي السياحة بتساعد السكان المحليين؟ احنا قلنا ايه؟ tourism gives jobs to local people. بتديهم وظائف. يبقى دي نمبر 4. بتساعدهم ازاي؟ بتديهم وظائف. اوكي. بعد كده قطعة الستة نمبر 6 بيقول لك the next night في الليلة التالية the elves found their new clothes. العفاريت لقوا ايه؟ لقوا ملابس جديدة. they were so happy. دي قصة الشو ميكر والصانع الأحذية والعفريت. فاكرينها؟ شاطرين. they were so happy كانوا فرحانين قوي that they danced around the workshop before sitting down to make more shoes. قعدوا يرقصوا حوالين الورشة قبل ما يبدأوا يعملوا في ايه؟ في أحذية جديدة. people came from all over the land to buy the shoemaker's shoes. الناس بدأت تيجي من جميع أنحاء البلدة عشان يشتروا أحذية الشوميكر. he and his wife هو وزوجته
weren't ever poor، ما بقوش عمرهم فقراء أبدا. again عمرهم ما هيبقوا فقراء تاني. and they lived happily ever after، وبقوا عايشين في سعادة. number 1 بيقول لك at the beginning، في أول الأمر كان الشو ميكر، افتكر بقى كده من القطعة ومن القصة أصلا حتى لو الحاجات دي مش موجودة هنا. بيقول لك at the beginning the showmaker and his wife were very rich. في البداية كان الشو ميكر وزوجته كانوا غني قوي. طبعا false، هما كانوا very poor. The showmaker found an amazing pair of shoes on his table. لقى الشو ميكر صنع الأحذية وجد حذاء رائع على الترابيزة. أيوة فعلا في القصة هو حصل كده، يبقى true. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the showmaker is space and honest. احنا قلنا الشو ميكر كان ماله، كان ايه؟ برافو، honest معناها امين. كان ايه بقى؟ كان kind and honest، كان عطوف وحنين وامين كمان. the shoes were، الحذاء كان ماله، كان beautiful، كان جميل قوي. number 3 the showmaker was surprised when he found an amazing pair of. الشو ميكر كان متفاجئ ومذهول لما لقى ايه؟ لما لقى ايه رائع؟ pair، زوج من ايه؟ زوج من ايه؟ من الشوز طبعا. a pair of shoes. اوكي هنقف لغاية هنا المرة دي. ان شاء الله تابعوني، هنزل برضو فيديوهات جاية، تابعني ان شاء الله. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. جود باي.